هو انت ازاي يا حذيفه ما وصلتش لحد دلوقتي؟ يا صاحبي ربنا لسه ما اذنش والله العظيم. لما ربنا بيأذن الخير بيجي والرزق بيجي، بس قال لك يا عبد اسعى وانا عينك، مش قال لك يا عبد اقعد في مكانك وقول يا رب اديني، لا ده انت تعمل، تبقى مجاهد ان انت تعمل اللي عليك. انت عايز توصل لهدف، طب انت هتوصل له ازاي؟ لازم تتعب وتشجع وتوصل لحاجه هتوصل لها، تمام. وفي نفس الوقت تحاول ان انت تسعى تشوف كذا حد ان يساعدك ويقف في ظهرك. طب ما لقيتش، لا يبقى خلاص، ما فاهمني؟ فانت بس انت سبب، تمام، ان انت تعمل اللي عليك عشان توصل، والشخص اللي بيقف في ظهرك وبيدعمك ده سبب، ده رزق من ربنا، ربنا رزقه عشان يرزقك، تمام. فانك بس ما تعملش اللي عليك استحاله هتلاقي دعم وهتلاقي تشجيع. فانك تعمل اللي عليك ده السبب الوحيد اللي هيخليك توصل، تمام. فانك ما تعملش اللي عليك استحاله توصل. قول يا رب اعني على اللي انا بعمله، ما تقولوش يا رب كرمني وانت لسه ما عملتش حاجه، تمام. اسعى يا عبد وانا عينك. فاوعى تعمل يا بطل ان انت شاطر في حياتك ان انت هتقول يا رب كرمني. اوعى تفكر في الناس اللي قاعده دلوقتي دي، الناس التافهه والناس اللي بتضيع وقتها والناس اللي بتقل من كرامتها والناس اللي بتبيع شرفها عشان شويه فلوس. ده كله كان رزق مكتوب بس احنا استعجلنا عليه. فاوعى يا بطل تعمل زي الناس دي. اوعى 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 اعمل اللي يرضى ربنا، عشان لما ربنا يديك حاجه ما يسحبهاش منك بكل ما اوتيت من صحه ومن فلوس ومن خير ومن رزق وكل حاجه يسحبها منك. لا، اعمل اللي عليك ودوس في نفسك وما تيأس وتوكل على ربنا واعمل اللي عليك. رزقك مكتوب يا عبدي بس انت اصبر. رزقك مكتوب يا عبدي وانا هديهولك، بس رزقك اوعى تجيبه بطريقه غير راضي ربنا عنها. فاوعى يا بطل تفكر في الحاجات دي، واستعين بربنا واستمر. وبص كلنا مكتوب لنا الرزق بس احنا استعجلنا وحش. فاعمل اللي عليك يا بطل واصبر والله العظيم، ورزق ربنا كبير جدا جدا جدا. فاستعين بربنا واعمل اللي عليك، واهم حاجه تصلي على النبي لو شفت الفيديو ده يا بطل، وفولو من قلبك. سلام.